السلام عليكم. خليني اسمعكم حاجة الاول عشان بعد كده نبدأ الفيديو. آه. رمضان جانا وفرحنا بعد غيابه وبقاله زمان غنوا قولوا شهرين طولوا غنوا أهلا رمضان رمضان جانا. طيب خلاص، كل عام وأنتم بخير وعام سعيد، رمضان كريم على جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله. وإن شاء الله رمضان القادم يكون الأقصى محرر، ويكون السودان بخير، وتكون مصر في أمان على الدوام، وجميع بلدان العالم الإسلامي بإذن الله. طيب، إحنا كلنا مدركين أهمية رمضان. أنا كان دايما عندي مشكلة، أنا عارف قد إيه رمضان مهم، بس ما كنتش بعرف أتعامل معاه، أو كنت دايما بلاقي خطاب. أنا مدرك أهمية رمضان، أنا عارف رمضان مهم قد إيه، بس أنا ما كانش حد بيجي يقول لي إزاي أتعامل معاه. كان دايما عندي صورة متخيلة، لازم أختم القرآن 4-5 مرات، لازم أصلي التراويح، لازم في حاجات كده كنت يعني تمام. كنت دايما بقى بستنى اللحظة اللي هو أنا إيه، هعيط فأنا كنت فاهم رمضان غلط، كنت بتعامل مع رمضان بأسلوب غلط، حتى لو الأيام دي كان فيها خير وبركة والواحد كان لسه الحياة يعني ما لو ستهوش شوية، بس كان مدرك لرمضان غلط يعني. لكن من رحمات ربنا سبحانه وتعالى ان الواحد كان ايه، عنده صدق في النية. طيب، انا النهارده جاي اتكلم معاكم ازاي نتعامل مع رمضان. احنا كلنا عارفين ومدركين اهمية الشهر ده. الشهر دوت بالنسبة لي زي لما يكون عندك جهاز مليان فيروسات، جهاز بايظ خالص، وانت تروح مثلا مغير الويندوز وعامل ريست ليه، فبيشتغل عادي كأنه جديد، مفيش فيه اي مشكلة. طيب، انا النهارده هتكلم معاكم في حاجات بسيطة خالص، فيها مجاهدة بس في نفس الوقت هي الحاجات دي اللي من الاخر يعني ايه، هتخليك مدرك ازاي تقدر تتعامل مع رمضان بشكل مخصص ليك انت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا. ده عصير برتقال عشان الخوخ خلص. طيب، هنجيب خوخ ان شاء الله بقى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي نحضر لرمضان؟ اول حاجه، ودي اهم عامل، اول حاجه النيه. طيب يا اخوانا، يعني ايه النيه اصلا؟ انا كنت دايما بحس بالذنب لما مثلا اعمل اي حاجه غير الصلاه او العبادات، لان انا كنت متصور ان الحياه العامه خارج العبادات. بعد ما فهمت الاسلام صح وفهمت بقى وتعمقت شويه، ادركت ان انت كل حاجه ممكن تعملها في حياتك، الاسلام دين شمولي. يعني انت ممكن تكون بتنام وبتاخد اجر على النوم دوت، ممكن تكون بتاكل وبتاخد اجر على الاكل ده، ممكن تكون بتتكلم مع اصحابك وبتاخد اجر على الكلام ده. فانا لما ادركت ان انا ممكن اعمل كل حاجه بس انا عندي صدق في النيه، نيتي واضحه، خلاص. طيب يعني ايه نيتي واضحه؟ يعني انا عمر، انا داخل شهر رمضان دوت بنيه ان انا اكون احسن نسخه من نفسي، ان انا اغير من نفسي الحاجات اللي مش عندي اغيرها. فكل حاجه هعملها في احداث يومي، مذاكره، والله انا بذاكر بنيه ان انا ربنا سبحانه وتعالى يدخلني كليه كويسه، ان انا يكون عندي شغل كويس، والله انا بشتغل بنيه ان انا ادخل كل حاجه بتعملها، ادخل فلوس لعيلتي، والله انا اي حاجه بتعملها، انا هرمي الزباله، انا هتكلم مع اهلي، اي حاجه بتعملها انت بتاخد عليها ثواب. فلو انت مثلا يعني الاسلام مش دين عبادات او دين مثلا حركات معينه وكلام ده، لا، هو دين شمولي، هو حياه. اسلام نظام سياسي واجتماعي، يعني يشمل جميع مناحي الحياه. فانت لما تتعامل مع الاسلام من المنطلق ده، هو مش مجرد مسجد يعني. حتى فكره المسجد دي اتغيرت
عن زمان اصلا، لان الاسلام كان حاجه اسمها جامع. مثلا ايه الجامع الاموي، كان في بقى الجامع دوت، يعني هو اسمه جامع لان هو كان في مكان للمصلى، في مكان للعلم، في مكان للدروس، في مجال للفقه، فيعني حاجات كتير جدا ممكن نتكلم فيها بعدين. فانت كل حاجه ممكن تعملها في يومك، كل حاجه ممكن تعملها في يومك تاخد عليها الاجر. انت صايم، انت بتذاكر، كل حاجه انت بس عندك بوصله واحده مظبوطه اللي هي النيه، خلاص تمام. يبقى انت اول حاجه لازم تعرف وما تحسش بالذنب لو انت ما بتعملش يعني العبادات المتعارف عليها في رمضان مثلا، او لو انت بتعملها يعني عادي، بس مثلا اثناء اليوم بتعمل حاجات تانية، بتكلم اهلك، بتساعد مامتك، بتساعد بابا وكلام من ده. لان انا كنت لما اعمل الحاجات دي، او لما مثلا اروح العب كوره مثلا في رمضان، كنت بحس بالذنب. او لو مثلا اخرج مع اصحابي، او لما مثلا اقعد ما اعملش حاجه. اه طبعا ده وقت مهم جدا ولازم نستغله كل حاجه، بس في نفس الوقت احنا بنتكلم، انت ليك ايه، جسمك ونفسك ليها حق عليك. بتجاهد نفسك وبتيجي على نفسك شويه في الشهر ده عشان بس تتغير، بس في نفس الوقت الأوقات اللي أنت فيها راحة لنفسك، فيها نوم، فيها أكل، فيها مساعدة لأهلك، فيها شغل، كلام من ده، لازم ما تأثرش فيها، لأن هي أصلا هي كده أصلا عبادة يعني. تمام. فظبط البوصلة، خليك عارف إنك وقت المذاكرة، وقت الجهد، أي حاجة بتعملها دي تاخد عليها حسنات وأجر لو النية مظبوطة. طيب، أنا النهاردة مش هطول في الكلام، شوية هقول لك شوية حاجات يعني هتعيد بس الإيه، البوصلة شوية. عايز رمضان يكون ناجح، لازم تخطط يومك حوالين الصلوات على قد ما تقدر. انا عارف ان الناس مواعيد شغلها والدروس وكلام من ده وبتاع، بس على الاقل احنا عندنا مثلا فجر ظهر عصر. يعني لو احنا هنمسك منهم من الفجر للظهر، او لما مثلا من العشاء للفجر، حاول انت على قد ما تقدر تحاول تخلي في الشهر ده بالذات يومك كله متظبط حوالين الصلوات. يعني اربط العبادات المعينه حوالين الصلوات. بعد كده هنتكلم في نقطه العبادات دي يعني ايه قدام شويه. بس اهم حاجه يعني اهم نقطه هي كانت بجد بتخلي رمضان يعني بستفاد منه جدا، ان انا كنت بربطه بالصلوات. انا بعد الفجر عندي كذا 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 كذا، قبل صلاه المغرب بشويه هعمل كذا، لما اخلص التراويح هعمل كذا. فانت لما تربط الصلوات باحداث معينه، قلنا قبل كده ربط الحاجه بعاده عندك اصلا موجوده خلاص. فحاول حاول حاول. انا هقول الاذكار بعد صلاه الفجر، اذكار الصباح. بعد العصر هقول الاذكار على طول، اذكار المساء. خلاص، يبقى نقطه الاذكار ظبطتها عندك. الاستغاثه بقى احنا قلناها، والدعاء وكلام من ده وبتاع. يعني قبل الفجر كده بساعه ساعتين هقوم من النوم، او مثلا لو كنت صاحي هصلي ايه ساعه ساعه ونص على قد ما ربنا يعني يقدرك. فانت كل ما تربط اللهم صل على محمد الصلاه بحاجة معينة بتعملها، شغل، دراسة، عبادة، أي حاجة، الموضوع بيكون أسهل عليك. وده يعني بعد تجارب كتير جدا. تمام. النقطة التانية المهمة جدا، ابعد خالص عن الصورة التخيلية. فكرة ختم القرآن، يعني تختم القرآن الكريم أكتر من مرة في الشهر، دي حاجة كويسة جدا. بس أنا لو عايزك، يعني أنا لو خيروني مثلا أقف مع آية واحدة في القرآن الكريم وأطبقها في حياتي، أحسن ليا بالنسبة لي كعمر إن أنا أختم القرآن 20 مرة في رمضان. يعني انا مثلا لو حد قال لي يا عمر تفهم آية في القرآن الكريم وتكون فعلا متمثل ليها، ده بالنسبة لي احسن. قلنا قبل كده ان الاسلام مش دين كمية، هو دين بيشوفك انت نيتك ايه، فهمت ايه، عملت ايه. النتيجة بقى اللي في الاخر دي انت المحصلة ايه، هما مش بتاعتك. تمام. فلو حد فيكم هو خلاص اتعود على الختم وكلام من ده وبتاع، يختم يعني. طبعا طبعا يختم. لو حد، انا كنت مثلا من وانا صغير مثلا ما كنتش بعرف اختم. كنت ممكن اختم يعني ايه، اوصل مثلا يوم 13 اختم نص القران مثلا وهكذا، بس ما كنتش بكمل، كنت بحس بالذنب. بعد كده ايه لما بقى خلاص يعني ادركت ان الموضوع لا، انا افهم القران احسن، بتختم عادي. لما انا فهمت بقى المعادله عامله ازاي، لما النفس يعني ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك للاسلام، خلاص الموضوع عليك بيكون متقبل عادي، ممكن اصلا تختم في ركعه واحده. ايام الكورونا انا واخويا ختمنا القران الكريم، صلينا ركعتين، ختمنا الركعتين دول.
انا فاكر عمري ما انسى ايام الكورونا دي، كان والدي برضه بيصلي معايا، ربنا يا رب يرد لنا بالسلامه. طيب. آم، ف اهم حاجه ان انت ما تتعاملش مع رمضان بالكميه، لا تعامل ان انا داخل الشهر ده عايز القلب دوت ينضف. فالقلب هينضف ازاي؟ بان انا اعرضه اكتر، يعني باكتر قدر ممكن للحاجات اللي بتنضفه. فانا اتعرض للقران الكريم في اليوم بنيه ان القلب ينضف. اتعرض الاذكار يا اخوانا، حتى لو انت مش فاهم المعاني قوي، بس عامله زي مثلا انت تاخد الايه، دواء، هو كده كده هيعالجك. بس يعني انا كعمر الصراحه بحب اقول الاذكار اللي انا فاهمها، ولو مثلا ذكر مش فاهمه باخد مثلا في اليوم اقول ايه، النهارده انا مثلا هفهم الذكر المعين، سيد الاستغفار مثلا انا هفهم مثلا ايه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. هاخد مثلا كل حاجه كده الناس بتتكلم عليها كتير جدا وافهمها، لا حول ولا قوه الا بالله. فانا عايزك كل يوم تتعرض للقران وتتعرض للاذكار وتتعرض لكلام النبي صلى الله عليه وسلم بنيه انك ده يتغير. ده لو اتغير، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس انا عشان قلت لكم وعدتكم ان انا ايه، هكون بقول الكلام نصا فهتاكد من النص، اللي هو يعني القلب لو صلح ايه، مضغه لو صلحت، بس انا عايز اتاكد منها يعني. مم، علشان نكونوا ايه، مم، لو مشكلة انا عندي مشكلة تعال. بسم الله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فده معناه إيه؟ إن أنت ده لو صلح كل أحداث يومك وكل تفاصيل يومك بتتعدل خلاص. فأنا كعمر بخش على نية رمضان أنا عارف إن دوت طول السنة باظ. يعني ده مليان سواد دلوقتي، فالحال إن أنا أعمل إيه؟ أنا داخل على رمضان بالنية دي، أنا ده عايز يتغير، ده عايز يتغير. طب هعمل إيه؟ دلوقتي احنا هقول لكم بالظبط، يعني لو انت عملت ده في رمضان خلاص ربنا سبحانه وتعالى مسألة الهداية بقى بتاعته، انت خدت بالاسباب وعندك نية سليمة انك تغير ده. طيب احنا عرفنا اول حاجة النية، بعد كده تخطيط يومك حوالين الصلوات. الحاجة اللي جاية بقى، انا كعمر بقعد مع نفسي اعمل كده ايه، خطين مثلا، واكتب حاجات واقعية، أحلامك وأهدافك والعادات اللي عايز تضيفها على نفسك. عمر الحلو، عمر اللي أنا عايز أغيره. عمر اللي أنا عايز أغيره ده مثلا، أو علي مثلا بيعمل حاجات وحشة كذا 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 كذا. طيب أنا عايز أحول ده الحلو. تكتب أهدافك وطموحاتك وأحلامك. كان رمضان يعني الدعاء مستجاب عن تجربة يعني. فتقعد كده مع نفسك عايز تغير إيه، كذا 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 كذا. تمام. عايز اعمل كذا 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 كذا، اكتب. انا بحب التدوين عشان لما ارجع بعد فتره ابص لنفسي، ده ربنا سبحانه وتعالى اكرمني اصلا اكتر ما انا عايز. تمام. طيب فاقعد كده مع نفسك وعايز تعمل ايه. اهم حاجه احنا قلنا قاعده ايه ذهبيه، الصوره التخيليه لازم نبعد عنها، احنا هنتعامل بواقعيه. محدش بيروح الجيم اول يوم بيرفع ايه 40 كيلو او 50 60 كيلو، لا بيرفع 5 في 10 في 15 بيرجع تاني لل 10، مستوى بيقل بيطلع لل 20 وهكذا. تمام. انا بقى هقول لك على كذا حاجه هتساعدك، وهيكون فيها مجاهده شويه، ويعني ايه، يعني تريكات كده ايه تفرق معاك. طيب حاجات في يومك في رمضان لازم تعملها، لازم. اول حاجه الاذكار، لازم يومك ما يخلاش من الاذكار. طيب ليه وازاي؟ انا عايزك تفهم اول حاجه ان الاذكار ديت مش انك تفتح مثلا تقرا الصبح مثلا 200 ذكر. لو انت قلت 10 وانت فاهمهم وتدبرت معانيهم خلاص. برضو نرجع لقاعده ايه، مش الكميه، لا، نيه
زائد سعر النتيجة مش بتاعتك. فأنا عايزك تفتح كده الأذكار، خد يا عم منهم 10 بس، النهاردة 10 بكرة 11 وهكذا. بس أهم حاجة إن أنت يكون في مواظبة. تمام، لازم يكون في استمرارية. اوكي، يبقى أول حاجة في يومك في رمضان لازم الأذكار. يومك في رمضان هينجح لما أنت تكون مخطط له من قبلها بيوم. تمام، أنت خد 30 يوم تحدي. اوكي، اول حاجه قلناها في العادات اللي هتغير عندك في رمضان، اول حاجه الاذكار. انا عندي 20 ذكر او 10 اذكار للصباح و10 اذكار للمساء. تمام، حاجتين بقى طول اليوم تعملهم، حاجتين: الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انك تصلي على النبي كتير جدا، او تشغل مثلا لو انت شغال الصلاه على النبي في الخلفيه عندك، والاستغفار. دول ما تسيبهمش، يعني خليهم كده ايه، اي حاجه بتعملها او تديهم وقتهم هم لوحدهم وتشغلهم. انا مثلا عندي في اليوم 50 صلاه على النبي، عندي الاستغفار 50. ابدا ب 20 50 زي ما تحب، واحده واحده مره لنفسك. تمام، بس الاذكار مهمه جدا. تمام. تاني حاجه، تخصص لنفسك، لو هتخصص لنفسك في اليوم وقت محبوس لورد من القران. ورد ممكن يكون ايه، ممكن يكون 5 ايات، بس انا عايزك تعرض قلبك للايات دي بنيه فهم. فهمت خلاص، انك تعمل بيه، لانك يعني تطبقهم بقى في حياتك بقى، انك تكون فعلا مثال للايات ديت. فهمت خلاص، بقى عندك دلوقتي فرض انك تعمل بالايات ديت. تمام، تعمل بهم. يبقى اول حاجه الورد، انا مش عايز 4 اجزاء في اليوم. لو انت كده انت زي الفل. اتكلم عن الناس اللي ايه، الطبيعيه اللي شبهنا يعني. انا اهم حاجه عندي ورد في اليوم 5 7 8 ايات فهمتهم بجد. كتبت ملاحظاتك، قرأت تفسير ليهم، سمعت تفسير، خلاص. تمام. عايز بقى تتابع برنامج معين للتفسير، اي حاجة انت تتابعها. انا الصراحة يعني بحب اسمع ايه، الشيخ الشعراوي في التفسير. وفي نفس الوقت انا مش عارف هو اسمه ايه، احمد عامر ولا محمد عامر اللي هو يا ربي اللي كان مع حازم وكده، كان في وعي. احمد عامر. احمد عامر ده مش مغني؟ استنى. الصراحة تفسيره للقرآن الكريم حلو جدا، وهو شبهنا يعني. آه، شبهنا قصدي ان هو يعني شاب. احمد عامر، ايوه اخوانا، احمد عامر ولا اسمه ايه، ما تلاقي احمد عامر. احمد عامر طلع لي ده كتبت احمد عامر طلع لي المغني. طيب ماشي. فاحمد عامر الصراحه يعني من الناس اللي انا بحب اتفرج عليها جدا، ويعني ساعدني جدا في فتره كنت انا بعيد شويه. تمام، فانت اول حاجه لازم تعرض لورد من القران بنيه الفهم. احنا قلنا احنا داخلين عايزين ننضف دوت، ده عايزينه ينضف. يبقى انت الاذكار والورد تتعرض ليهم بنيه ده ينضف وتفهم وتطبق. تمام. ثالث حاجة، موضوع الصلاة على وقتها صعب جدا، واللي بيلتزم بيه قليل. بس احنا هنجاهد نفسنا. بص يا اخوان، احنا عندنا ايه، علشان احنا بنتعامل مع الحاجات بفكرة اللي هو الكسل بقى ده حاجة ممكن نتغلب على، لا. التغلب على الكسل والبعد عن الراحة والكلام دي حاجات صعبة، فاحنا بنجاهد نفسنا عشان نعمل كده. فانا عايزك على قد ما تقدر تحاول بقى تشوف بقى ابلكيشن يرن لما مثلا يجي الصلاة. انا الصراحة الصلاة بحاول على قد ما اقدر ان انا اول ما اسمع الاذان اسيب اي حاجة بعملها، او اخلي كل حاجة انا بعملها يعني حول الصلاة. اخلص العصر هعمل كذا، فانا ايه بكون مستني اصلا العصر يأذن، هاخد مثلا كذا هخلص شغل. فاهميني؟ فعلى قد ما نقدر الصلاة هنحاول بقى ندخل ايه، يعني لو في اليوم في ركعتين بس ضحى، وانك تقيم الليل ايه بركعتين، يعني تصلي كده وتر، وتدعو الله سبحانه وتعالى بقى بما يعني بما تشاء يعني. تمام، فانا عايز الصلاه دي ايه، انا اهم حاجه لو طلعت من رمضان على وقتها شكرا. اضفت ليها بقى ايه ركعتين ضحى مع سنن الصلوات وهكذا، وبعدين بقى بالليل
الوتر اللي بصليه والتهجد وكلام من ده كهربا زي الفل كده يعني، تمام التمام. تمام. هل انا هعمل كل ده في رمضان؟ في ناس في ناس لا. لو ناس لا، ما تحبطش، عادي، كل يوم بنحاول. اهم حاجه ان هي تكون صادقه، وانك كل يوم بتغير من نفسك. تمام. حاجه اخيره، دي بقى ايه، شاهد على نفسي وعلى ناس انا يعني شفتها. ايه الصدقه في رمضان؟ بص يا اخوانا، في ناس مفكره ان انت علشان يعني تطلع صدقه او مثلا تتصدق وكده لازم تكون غني، لازم مثلا يكون معاك فلوس كتير. انت لو معاك في جيبك 5 جنيه، بصوا، دايما اختبار الصدقه بيكون في وقت انت مثلا معكش فيه فلوس، او انت بتفكر يعني تطلعها ولا لا، تطلعها ولا لا، تطلعها ولا لا. اول ما تطلعها خلاص ترد لك اضعاف. يعني الحاجه الوحيده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني انت ممكن تعمل فيها علاقه ربا هي الصدقه. ويربو الصدقات. اقرأوا كده ايه سورة البقرة، في خواتم سورة البقرة يعني في آية بتتكلم عن الصدقة يعني جميلة جدا، اقرأوها وتدبروا فيها يعني. فأنا بحب في رمضان وكل يوم لو أنا معايا في جيبي 10 جنيه، 10 جنيه معايا في جيبي، 5 جنيه أو 2 جنيه أو 3 جنيه لله. محدش، أظن كلنا معانا 10 جنيه في جيبنا في اليوم. اللحظة اللي هتيجي فيها على نفسك وهتطلع الفلوس اللي في جيبك دي، اعرف ان انت ربنا سبحانه وتعالى هيردها لك اضعاف. واضعاف يا اخوانا، انا مش بتكلم مثلا ايه هيرد لك مثلا 100 جنيه، لا، اضعاف. انت الاضعاف دي مش هتعرف تجيلك منين، سواء بقى دلوقتي لاحقا يعني، بس بتجيلك وبتجيلك ماديه. عشان في ناس تفكر ان انت بقى ايه، يعني هتطلع صدقه ومش هترد، لا، بترد لك ماديه على فكره. بترد لك يعني دفعت مثلا جنيه هيرد لك مثلا 200,000 يعني على حسب بقى ايه، كرم ربنا سبحانه وتعالى. بس الصدقه عموما عن تجربه، لو انت حد تحب الفلوس جدا شبهي والدنيا مزنقه معاك وبتاع وكلام من ده، طلع صدقه. وطلع صدقه بقى بايه؟ بكرم، حتى لو انت مش عايز تطلع. يعني ايه؟ على فكره مش كل الناس اللي بتطلع صدقه بتكون مطلعاها وهي ايه يعني، لا، هي بتكره نفسها. يعني انا بدوس على نفسي كده عشان اطلع الفلوس ديت لله سبحانه وتعالى. فهو ربنا سبحانه وتعالى مش مثلا منك الصدق وانك طلعت حاجه حبا فيه وانت اصلا بتحبها، فدي بتكون كبيره جدا يعني. فانا عايزك في اليوم لو جنيه واحد، لو انت معاك 2 جنيه طلع جنيه منهم لله، طلعهم كلهم لله. لو انت معاك 10 جنيه، 2 و8 ليك او 3 و8 ليك. يعني انا بتكلم في حاجات احنا كلنا ممكن تكون معانا. تمام. بس طلع الصدقه ديت بنيه معينه واحلام معينه عايز تعملها، اربطها دايما بكده. والربط الاهم ان انا الصراحه يعني بحبه اكتر عشان ربنا سبحانه وتعالى كرمه كبير قوي، ان انا بربط الصدقه بنيه المحبه. يا رب انا ايه، يعني دي محبه مني ليك، عشان انت عارف انا بحب قد ايه، بس انا اكرهت نفسي علشان انا بحبك. فبعد كده بتلاقي ايه يعني، شلالات بتجيلك. تمام. فاهم حاجه، لو احنا ظبطنا الاربع عوامل دول، اذكار، ورد عشان ننظف ده، اكرهت نفسي على الصدقه، الحاجه اللي قبل كده الصلاه على وقتها بقى ايه، دي فيها مجاهده للكسل وحاجات من دي. انا لو عملت ده خلاص انا نجحت في رمضان. اخر حاجه بقى عايز اكلمكم فيها، ودي كل يوم لازم تتعمل. كل يوم لو يومك ايه يعني، تحاول 30 يوم تعمل فيهم الحاجه دي. عايزكم قبل الولاد مثلا او حتى البنات عادي، عشان الولاد مثلا بيكون نزول المسجد اليوم اسهل يعني، قبل صلاة المغرب بنص ساعة انزل اقعد في المسجد، او بساعة كده مثلا. اول ما تسمع القرآن انزل واقعد في المسجد. النص ساعة دي يعني اقسم بالله العظيم اي حاجة تتمناها تدعو الله سبحانه وتعالى بيها تتنفس. اي حاجة بقى. بص يعني انا ما بحبش اطبق حاجات على نفسي، بس انا هقول لكم حاجات انا شفتها على نفسي. يعني ناس كانت مستحيل تعمل حاجات معينة. واحد مثلا بيتجوز في شهرين، واحد مثلا بيغير عربيته وبيجيب عربية اللي كان بيحلم بيها. مستحيل اي سبب دنيوي مستحيل يقول الناس اللي حواليه كلهم بيقولوا مستحيل تعمل كده، لكن هو يعني عمل الحاجه دي وبتاع. احنا على فكره يعني في اوقات عندنا في اليوم كده بتبقى ايه يعني، فيها السماء مفتوحه زي ما بيقولوا يعني. الوقت اللي هو بقى بعد ايه يعني، نستغل الاوقات ديت، الوقت اللي هو مثلا وقت قيام الليل والتهجد والحاجات دي،
والوقت اللي هو قبل المغرب بشويه. فانا عايز النص ساعه دي انت تقعد تسيب اي حاجه في ايدك. على فكره حتى لو انت مثلا حاضر بقلبك انت في شغلك وكلام من ده، وانت عمال تدعي وتقول اذكار يعني انت ربنا مثلا حطك في مكان انت في شغل وكلام من ده وبتاع، فما تحسش بالذنب يعني. لا حاول، لو انت مثلا في درس معين ورجعت متاخر، بس على قد ما تقدر النص ساعه دي لو فضيتها، اللي هي قبل الفطار على طول، تفطر في المسجد او مثلا تفطري على تمر ولبن اي حاجه يعني. بجد 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 يعني، ما يعني اي حاجه تكتبوها تنفذ هتحصل، لو ما حصلتش هتحصل منها. تمام. فاحنا قلنا عندنا في رمضان اوقات كده ايه يعني مباركه، السنه فيها مفتوحه، فاستغلوها برضو. تمام. خلينا كده نعمل ايه مراجعه سريعه. مراجعه سريعه، انا لازم اخش على رمضان بنيه صادقه، اي حاجه بعملها في يوم ياخد عليها اجر طالما النيه كويسه. بعد كده بخلي يومي بيدور حول الصلوات، بسيستم يومي حوالين الصلوات. ليه؟ علشان اي حاجه هعملها بقى من اذكار وورد وصلاه وسنن وكلام من ده، حتى الصدقه مثلا ممكن تربطها بصلاه معينه بتطلع فيها الفلوس، خلاص طبقت انت كل اللي جايه فيها ايه في الاربع خمس نقاط دول. اخر حاجه ان احنا الوقت اللي قبل المغرب بنعمل فيه ايه نص ساعه يعني منك لربنا بقى، خلوه كده مع ربنا سبحانه وتعالى. كل حاجه دنيويه مستحيل اطلبها، اطلب وخليك عارف انك مش بتطلب يعني من حد ايه في الارض، لا انت بتطلب من مالك الارض ديت. فاطلب زي ما انت عايز، عايز عربيه، عايز فيلا، عايز تكون رئيس، عايز تكون ملك، عايز تكون اي حاجه انت عايزها، ما تكسفش. تمام. حتى لو الموضوع شايف انت صغير، لو انت عايز اي حاجه، اي حاجه اطلبها. تمام. وبس كده. طبعا بقى استغلوا طبعا بقى ايه العشر الايام الاواخر عشان دول فيهم عتق من النار وهكذا، استغلوهم يعني. آه، بس تعاملوا مع رمضان زي ما قلت لكم ان هو ايه ريست، انت بتعيد ضبط المصنع كله وبس. كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله عيد مبارك علينا جميعا وعلى الامه الاسلاميه، وان شاء الله ربنا يفك كرب اخواننا في غزه وفي السودان وفي جميع عاطفه العالم الاسلامي، في اليمن برضه. شكرا، السلام عليكم.